السلام عليكم البنات الغزالات، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غتكون فيديو جديده بمناسبه رمضان، وضروري خصها تكون تحضيرات رمضان. دونك اليوم ان شاء الله غنصوبوا جميع بريوات ديال الكاوكاو بالروح ديال اللوز. غنخليكم مع المقادير ويلا نبداو الفيديو ديالنا. دابا ندوزو طريقه الاستعمال. كناخذوا كيلو كاوكاو في كاسرونه كبيره ونضيفوا عليه طرونش الحامض باش يبيض لينا كاوكاو، 2 قطرات روح اللوز يغلاو 10 دقائق ثم نصفيوه، نمسحوه بالمنديل ونديروه وسط اللاطه، نضيفوا عليه زيت الروميه نخلطوه، ومن بعد نشعلوا على الفران عافيه قليله ما يعادل 120 درجه في الفرن الكهربائي. من بعد شديت سنيده وخويتها في كاوكاو ديالنا وبديت كندمج بيناتهم. من دمجت لينا سنيده مع كاوكاو جات الوقيته المناسبه اننا نطحنوا الكاوكاو ديالنا. الكاوكاو ديالنا طحن، وكنحاول بما امكن الحبيبات الصغيره يبقاو مجموعين نفكهم بايديا. وبالنسبه للمكون الاخر غنحاولوا ناخذ معلقه ونص ديال القرفه. اما على المكون التالي فغناخذ نص معلقه مسكر حره مع سنيده مطحونه، ومن بعد غادي ناخذ الصفر ديال البيض وغنزيدوه في المكونات ديالنا. من بعد ما ضفنا بعض المكونات جات الوقيته انا ندمجو داكشي بيدينا. ومن بعد معلقه كبيره ديال الزبده الطريه نحاول انني ندوبها ومن بعد نخويها في الخليط باش الخليط يحاول يتجمع لينا. ودابا غادي نحاول ناخذ نص كاس ديال العلبه ديال ما زهر ونحاول نخوي بشويه بشويه حتى نشوفوا ان العقده ديالنا كتجمع. العقده ديالنا وجدات. دابا جات الوقيته اننا نخويوها فشي اناء فيما بغيتو تخويوها باش تبقاو لي سباس انكم بحال كتعجنوها. ومن بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكونفيتور كيف ما كتلاحظوا كنخويها في العقده ديالنا، ومن بعد غادي نبدا نعجن. اما على وقت البسطيره كناخذ لا كونتيتي اللي غادي نخدموا بها ومن بعد نتنيوها على جوج ونقطعوا الجوانب ونبدا نقطعوا بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا في الفيديو. نفس المقاس ديال هاد التقطيع اللي قطعناه هو اللي غادي نخدموا به. ديالنا وجدات نديروها كويرات صغيورين، ومن بعد شدوا الورقه البسيطه ديالنا وتبعوا معايا الطريقه كيفاش كنديروا ليها. كناخذوا الحشوه ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا ديجا حنا درنا كويرات، كنحطها ومن بعد كنحاول اني نخدمها بايديا نعاود ندمجها باش نديرها كويرات، ولا كانت صغيره نزيدها ولا كانت كبيره تنقص منها. المهم كنديرها على الجنب ديال ورقه البسطه ديالنا وكنحاول بما امكن الجوانب نضغط عليهم مزيان او ميم طون نعمر جوانب لي كوطي باش ما يبقاوش خاويين كيف ما كتلاحظوا معايا دابا. وكنبقى نثلث جهه هكا وجهه الاخرى العكس، كنبقى غاده بشويه بشويه. ومن بعد كنحاول نزير يدي الجوانب كيف ما كتلاحظوا كنحاول نزير باش ما يدخلش لينا الحشوه او ميم طون الحشوه ديالنا تكون كاينه بجميع الجوانب. باش البريوه ما تحلش لينا كنحاول نديرو زلافه فيها الماء والطحين ومن بعد نسدو البريوات ديالنا.
هذا هو الحد دابا حاليا وصلنا ليه في البريوات اننا نطويوهم ونقادوهم انا وماما، حيت ما يمكنش ندير هادشي بوحدي حيت فريمون كياخذ الوقت وكيعيي. ولكن دابا جات الوقيته المناسبه انا نعطيكم جوج ديال الاسرار اللي غينجحوا لكم فيهم البريوات. السر الاول او السر العجيب روح اللوز، والسر الثاني انكم تخليو البريوات ديالكم يومين عاد تقليوهم في الزيت. دابا يلا نشوفوا الطريقه الاخيره. بعد يومين بطبيعه الحال استوى مع الطريقه، ومن بعد باش يسهلوا عليا انني نقليهم في الزيت. ودابا غطستهم في العسل باش يشربوا العسل، ومن بعد نقطرهم مزيان في الشبيكه ديالنا. من تما بقى غادا بحال هكا وبدا تكمل لا كونتيتي ديالنا. وغتلاحظوا معايا التقرميشه ديال البريوات ديالنا كيف جات، او الطريقه الاخيره كيف جاو البريوات ديالنا. ايوا قولوا لي في لي كومونتير كيف جاكم هادشي. تبعوا غير الطريقه وان شاء الله يكون غير الخير. البريوات ديالنا بكاوكاو ونروح اللوز بوجدو كيف ما كتلاحظوا معايا. المنظر هو هذا، المذاق يا سلام بحكم انني تذوقتهم. وفي الاخر غادي نقول لكم السلام عليكم. كنتمنى هاد لا فيديو انها تني الاعجاب ديالكم، واهم حاجه ضروري نسمعوا التقرويشه ديالنا.